تخيل إنك واقف وسط تل أبيب وصفارات الإنذار مش بتبطل. بتبص للسما وبتلاقي مطرة صواريخ نازلة، والمفروض إن القبة الحديدية ونظام ثاد بيحموك، بس فجأة الصواريخ دي بتخترق كل حاجة وبتنفجر قدام عينيك. انت بقى مش عارف ايه اللي حصل وازاي صواريخ إيران خلت أقوى دفاع جوي في العالم خرابة. أهلا بيك في كيف تنجو، والنهاردة هنتكلم عن مخطط الهروب والفرق المرعب بين الصواريخ الباليستية والفرط الصوتية اللي قلبت الموازين. فقبل ما الموقف يقلب بجد انزل ارزع اللايك والاشتراك المتين عشان تفضل معانا على قيد الحياة، ويلا بينا نبدأ رحلتنا. عشان تفهم ازاي تنجو من صاروخ لازم تعرف هو ازاي شغال اصلا. الصاروخ الباليستي التقليدي رحلته بتنقسم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى دي مرحلة الوحش، مسؤولة عن الإقلاع من الأرض لحد ما يوصل للغلاف الجوي، وبعد ما يخلص بنزينه بينفصل. في المرحلة التانية ألا وهي مرحلة الطيران الوسيط، وظيفته يرفع الراس الحربي لأعلى سرعة وارتفاع لحد ما يطفو في الفضاء وبرضه بينفصل. أما بقى المرحلة التالتة ودي مرحلة البطل الحقيقي، الراس الحربي اللي بيبدأ يرجع للأرض تاني، بس المرة دي نازل على هدفه. طيب المشكلة فين بقى؟ مشكلة الصاروخ الباليستي إنه بيمشي في مسار قوس ضخم ثابت، يعني الرادارات بتقدر تدرسه وتحدد مكانه بالملي، لأنه مش بيغير طريقه من لحظة ما طلع. هنا بيجي دور نظام ثاد، ده نظام أمريكي الكيان بيستخدمه عشان يصطاد الصواريخ دي وهي داخلة الغلاف الجوي. النظام ده صايع جدا لأنه مش بيفرقع الصاروخ، ده بيخبط فيه مباشرة بسرعة مرعبة وبيدمره بطاقته الحركية، وبرضه بيمشي بثلاث خطوات. أول حاجة كشف مبكر، بيتم الكشف المبكر عن الصواريخ دي بالأقمار الصناعية اللي بترصد الحرارة أول ما الصاروخ يلمس الجو. تاني حاجة تعقب، الرادار بيحدد السرعة والمسار ونقطة الصدام. تالت حاجة الاعتراض، منصة ثاد بتطلق صاروخ سرعته في 8 ماخ وبدقة الGPS بيجيب الصاروخ في الجو، ونسبة نجاحه بتوصل ل95%. طبعا نسبة 95% دي تخلي أي حد يقلق، فعشان كده المطورين لجأوا للصواريخ الفرط صوتية، والناس فاكرة إنها بس سريعة. لا يا صديقي، السر في حاجتين. الأولى سرعتها اللي بتوصل ل 12 ماخ، التانية والأهم قدرتها على المناورة. الصاروخ ده مش بيمشي في كود ثابت زي اللي قبله، ده بيلعب في الجو، بيغير اتجاهه باستمرار وبيمشي في مسارات منخفضة بتخلي الرادار يشوفه متأخر جدا، فمحدش بيعرف يتوقع هو هيخبط فين. نيجي بقى للي حصل في المعركة الأخيرة. صاروخ فتاح واحد ده صاروخ ذكي جدا، بينفصل راسه في أعلى نقطة، بس الراس دي فيها مفاجأة، محرك صغير مدمج. المحرك ده بيشتغل أول ما يدخل الغلاف الجوي، بيدوله نبض الدفع، بتوصل سرعته ل15 ماخ، ودي سرعة خرافية بتخلي رادارات الكيان تتفرج عليه وهو نازل. والتكتيك الأذكى اللي إيران استخدمته كانت الزحمة. إيران أطلقت صاروخ فتاح واحد وسط رشقة صواريخ تقليدية من الصواريخ الأولى، فنظام ثاد ما قدرش يفرقوا عنهم، وأول ما دخلوا الجو فتاح واحد شغل محركه وضرب السرعة القصوى ووصل لهدفه قبل ما حد يستوعب. الخلاصة بقى، هل فتاح واحد كان صاروخ فرط صوتي فعلا؟ بالورقة والقلم
فتاح واحد بيوصل لسرعة 15 ماخ، بس علميا هو ناقصه ميزة واحدة عشان يبقى فرد صوتي كامل، وهي المناورة. هو مش بيغير مساره بشكل فعلي، هو بس بيزود سرعته جدا في الآخر. يعني نقدر نقول إنه في المنطقة الرمادية أسرع من التقليدي، بس مش بيناور زي الفرد الصوتي الكامل. ومع ذلك قدر يثبت إنه ضربة لا يمكن إيقافها. لو وصلت لحد هنا فأنت رسميا بقيت واحد من فريق الناجين. أمن مكانك في الفريق باللايك والاشتراك، واستعد للورطة الجاية. نتقابل الحلقة الجاية لو لسه في العمر بقية.